وسهلا. لأن نظراتك لصابر وابتسامتك فرضت علي، لكن سنعود لبدر وفتحي. صابر لم يكن يثق على المدرب، ولكن حاليا أظن أنه لديه ثقة أمام مدرب حسام حسن. نعم، هو لم تكن هناك ثقة لصابر. صابر أنت لا تنسى، أنت لا كان خائف جدا، كان خائفا. واليوم أظن أنها حاليا سعيد وهو أيضا هادئ يوافق مع حسام حسن. كلام منطقي. وأنت كنت واثق في مصر؟ كنت حتى الآن وما زلت أنا أثق في مصر. لابد أن يتأهل إلى نصف النهائي إن شاء الله. والنهائي لنصف النهائي. النهائي كلام آخر. النهائي سيكون عربي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بدر الدين إدريسي، أهلا وسهلا. مرحبا بك زميلي مشاري، مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات الكرام، مرحبا بزملائي وأصدقائي الأعزاء. طبعا كانت أمسية جميلة، استطعنا أننا نكسب منتخب عربي ثاني ضمن أفضل 8 منتخبات إفريقية. منتخب وإن كان على غرار المنتخب المغربي عذبنا قليلا ليصل إلى الهدف، لكن في النهاية ما يحتفظ به هو أن الغاية تحققت، والغاية كانت هي أن يصل منتخب مصر إلى الدور الربع النهائي، وها هو قد وصل، في انتظار أن يصل منتخب عربي ثالث هو الجزائر في مواجهة الغد أمام فهود الكونغو. وأنت عودت مع كل منتخب عربي يعني لا اليوم صح يا صابر؟ صح يا صابر؟ اليوم متروكة لصابر. فتحي قال له إن فزت جهز نفسك لتأتي بأغنية. أعتقد أنه حافظ، لأن في الكواليس كان يردد هذه الأغنية. سنستمع إلى بعضها. نسمعها منك. سنستمع إلى بعضها. أنت تبدأ معايا، لأن درجة الحنجرة ما شاء الله تبارك الله. لا، غير اللي قلناش مصر التي في خاطري، هذه كلنا بنعرفها. أيوة. أو مصر تتحدث عن نفسها، هذا كلنا نعرف. لا بدي يجيب لنا من محمد عبد الوهاب أو أم كلثوم، يعني أراك عصير. طيب أنت عطى الكلمات وهو اللي يلا يا صابر يرحب الأول. يا نرحب وخليك فتح المولد. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا يا مشاري صديقي حبيبي، أهلا بالأحباب والأصحاب، أهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. مبروك بطبيعة الحال لمصر، وفرحنا وكنا نشاهد المقابلة معا، عمل صيحة تاريخية. حسام، لأنه الصيحة متاع الهدف الأول وكل شاهدناها، أما حسام عنده حاجة الموبايل لا يفارقه. الموبايل أمامك وين؟ استنى نحكي لك. قصش عليه حكاية حلوة. يلا تفضل. الموبايل لا يفارقه. جات الراحة، رجعوا وهو مازال في الموبايل. رجعوا عداوا الهدف متاع مصر الأول، إعادة متاع الهدف الأول. فرح مرتين. قلت له يا فرحة دي الثانية راهو. نسمعها. احكي القصة يا احكي لنا القصة. كما قال أخي والله شاهدت الهدف الأول وثم تعادل منتخب بنين. وأيضا عندي في هاتفي أريد أن أعود برسالة، ولم أكون أشاهد التلفزيون، وبعد ذلك شاهدنا هدفا وأنني أظن أن هدف الثاني، فقلت وضبط متلبسا. من فتحي مش موجود انا وياه وانت بدر موجود معنا إشام الشوالي. لا لكن هذا عنوان فرحة مؤجلة. بالله الدخلة نحب نلاحظ شيء. سأتحدث في كلمة عن حنبال المجبري، مش اللاعب. حنبال المجبري عمل تصريح مساندة كبيرة من الجمهور التونسي، ولكن فما ناس ما عجبهمش تصريح حنبال المجبري، إذا ما فماش إجماع. ما اللي باش نقولوا توا عليه إجماع. تعرفوا شو عمل حنبال المجبري وعائلته؟ تبرعوا بعمارة كاملة لقرى أطفال تونس للسويس، قيمتها مليار من المليمات، تحتوي على 3 منازل لإيواء 15 طفل من فاقدي السند. إن شاء الله. هذه الإنسانية متاع حنبال المجبري عليها إجماع. معنى اختلفوا عن تصريحاته كلاعب، ولكن
حنا بعد المجبري كإنسان يستحق